يا صباح الورد والفل والهنا، وحشتوني كتير كتير جدا. بصراحة أنا متحمسة للفيديو ده لأنه بدأنا موسم الخريف، وموسم الخريف ده يعني من أحب المواسم لقلبي، هو والشتاء. بحب الجو، بحب لون الشجر، بحب ريحة النار ولمة الأصحاب حوالين النار، ونتكلم ونشرب الحاجات الدافية ونقعد مع بعض. كل الجو كله على بعضه بيبقى رائع، ودايما دايما احلى ذكريات عندي بتبقى في موسم الخريف والشتاء. هشرب الصبح بقى كده مشروبي الساخن المفضل. هعمل جينجر اللي هو جنزبيل مع كاموميل، وبعصر عليه ليمونة، احط عليهم مية سخنة، وهنقعد مع بعض في الباك يارد افرجكم على الوان الشجر والتغيرات اللي بدأت تحصل في فصل الخريف. نستمتع مع بعض شوية بالجو. بعد كده هنعمل شوية شوبينج مع بعض، هاخدكم معايا وهنعمل غدا سوا، وهنعمل كمان ديزرت بالبامبكن اللي هو اليقطين أو قرع العسل. هنعمل تحلية سهلة جدا وسريعة، لو عندك أي حد جاي ممكن تعمليها في وقت بسيط قوي وهيطلع طعمها تحفة. خلصت الشاي بتاعي، خليني اوريكم الطماطم ما شاء الله يا دوب بدأت تطلع. دلوقتي بقى هنجهز وهنطلع على كاسكو. كاسكو ده محل كبير بيبيع كل حاجة بالجملة، فهاخدكم معايا نروح نجيب حاجات الجروسري بتاعت الأسبوع. وصلنا كاسكو. طبعا الموسم احنا داخلين، احنا دلوقتي في شهر 10، 10 و11 و12، شهر واحد الاحتفالات بقى مليان احتفالات. داخلين على تانكس جيفينج اللي هو عيد الشكر، داخلين على الكريسماس، داخلين كمان على الهالوين. عشان كده الكاستيومز دي كانت محطوطة في الأول. مش قد الشوك دول هم خرشوف صح؟ خلصنا كاسكو وقلنا نطلع نبص بصة على مارشلز، نشوف كده حاجات الفول اللي نزلت.
واخيرا روحنا. دلوقتي بقى هنرص الحاجات ونبدا نعمل الغدا. بالنسبه للغدا النهارده كان عندنا شويه كباب حله، بواقي كباب حله من امبارح، فهنعملهم مع مكرونه رافيولي. عارفين المكرونه الرافيولي اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، عملناها مع بعض، اللي هي بتبقى مكرونه محشيه من جوه اي حاجه. المكرونه اللي عندي محشيه من جوه سبانخ وجبنه. هحط المية على النار، أول ما المية تغلي هحط المكرونة وهي لوحدها، أول ما تطفو على السطح معناها إن هي استوت، وممكن طبعا ندوقها. هرش عليها شوية صغيرين من زيت الزيتون، وكمان هرش عليها الجبنة البارميجان وشوية بقدونس. سخنت شوية كباب الحلة اللي كانوا فاضلين، هنحطهم على الوش، هيبقى شكلها حلو قوي، كمان هيبقى طعمها جميل جدا مع شوية سلطة، أو لو عايزين بطاطس محمرة، بتبقى وجبة لذيذة جدا. كده الغدا خلصنا منه. عايزه اقول لكم طعمها كان حلو قوي قوي قوي، جربوها اهي تغيير. نيجي بقى الحلو بتاعنا، سهل وسريع ومش هياخد وقت خالص، مش متعب. هنجيب بسكويت اللوتس وهنحطه، ممكن نحطه صحيح زي ما هو كده، وممكن نكسره حتت صغيرة، وممكن نعمله بودرة ونتك عليه جامد بحيث يبقى طبقة كراست، على حسب انتوا عايزين ايه. انا النهاردة هكسره حتت كبيرة مش حتت صغيرة بالشكل ده. بعد كده هنجيب حلة هنحط فيها شوية هيفي كريم مع شوية لبن، وهنحط شوية فانيلا، وهنحط سكر، بس السكر هنخليه أقل شوية من نسبة يعني الحلو بتاعنا، هنقلله شوية عشان البسكويت اوريدي فيه سكر. وكمان هنحط نشا ونقلب كويس قوي على البارد. بعد كده هنرفعه على النار شوية لحد ما قوامه يتقل، مش يبقى مهلبية قوي، يبقى أقل بسنة بسيطة قوي من المهلبية. بس طبعا واحنا بنقلب لازم نتأكد انه النشا دابت تماما. دلوقتي بقى هنجيب البامكن او هنجيب اليقطين او قرع العسل. بنعمل فيه ايه؟ البامكنية بتكون كبيرة، بناخد اللي جواها بنقشرها من بره، وناخد اللي جواها ونسلقها، يعني نحط معاها شوية مية صغيرين قوي ونسيبها تتسلق لحد ما بتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. البامكناية عشان بتكون كبيرة فبتعمل معانا ما شاء الله، يعني مثلا قد اللي انتوا شايفينها، الكمية اللي انتوا شايفينها دي مرتين تلاتة. فبحطها في الفريزر، ولما عاوزة استخدمها بتبقى جاهزة، بتبقى زي البيوري كده. فانا هاخد شوية من البامكن، لانه طبعا الفول معروف بالبامكن باي والبامكن سبايسز كوفي، الحاجات اللي هي بيبقى فيها البامكن السمة الغالبة يعني. زي ما انتوا شايفين كده انا ضفت عليها شوية سكر. السكر هنحط برضو حاجة بسيطة قوي تخلي طعم البامكن حلو شوية. يعني مثلا كمية السكر ممكن تتقسم على اللبن اللي انت هتستخدميها، تتقسم على اللبن وتتقسم على البامكن. وهحط كمان شوية سينامون، قرفة. اللي ما بيحبش القرفة ممكن يحط شوية فانيلا، أو ممكن نكتفي بالكوكونات، الجوز الهند. جوز الهند احنا لما هنحطه كده كده بيدي نكهة وريحة حلوة، ممكن نكتفي بيه. هقلبه كويس وكده البيوري بتاعي جاهز. دلوقتي زي ما اتفقنا احنا رفعنا اللبن شوية على النار، فاللبن يدوب يعني بدأ يتقل شوية كده. هجيبه اسقي بيه البسكوت وهو دافي، مش هخليه سخن، لان انا مش عايزه البسكوت يعني يدوب قوي ويبقى زي العجينه كده، انا عايزه يبقى فيه سنه كده، سنه قرمشه. فهستنى على اللبن لما انزله من على النار لما يبرد شويه صغيرين، بعد كده هسقي البسكوت بيه. بعد كده هنحط طبقه البامكن بيوري، هنفردها كويس ونخليها بشكل متساوي. وبعد كده هنحط شوية ألموند، لوز، هنرششه على الوش. وبعد كده هنحط آخر طبقة من البودنج اللي احنا عملناه، وهنحطها في التلاجة مش أقل من ساعة، هتبقى جاهزة وطعمها جميل. وممكن كمان نحطها في الفريزر
فبتبقى متلجة وطعمها قريب شوية من الايس كريم. وبكده بتبقى التحلية بتاعتنا خلصت كلها على بعضها كده. من اول ما بدأت فيها لحد ما خلصتها خدت حوالي ربع ساعة، 15 دقيقة بس. بس ده طبعا عشان البيوري عندي جاهز. في ناس بتشتري البامكن بيوري جاهز من السوبر ماركت، او زي ما قلت لك ممكن انت بتبقي مجهزاها من قبل كده. على ما الحلو يسقع هوريكم الوان الشجر في الباك يارد. فاكرين كانت كلها خضرة، دلوقتي بقت ملونة، وطبعا ورق شجر كتير وقع، بس الجو تحفة. هنولع النار واسيبكم بقى تستمتعوا شوية بالجو ده. بحبكم كتير كتير، 100 بوسة من عندي لعندكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي.